يا ولاد اللعيبه، عملتوها ازاي دي؟ بعتوا الارض وبعتوا مباني في الارض قبل ما تبنوها؟ ازاي يا جدع؟ ايه الفجر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا عملتوا المستحيل يا جدع. قسمتوا الارض، قسمتوا التورته، خلاص عرفتوا بقى ان مين اللي باع الارض. عرفتوا اداره نادي الزمالك متمسكه بالارض قوي ليه؟ عشان باعوها خلاص. باعوها بكام؟ ب 780 مليون. تعالى يا عبدو، تعالى اقول لهم الارض اتباعت يا صاحبي، الارض اتباعت وبقى فيه ادار ملعب. قول لنا بقى الفلوس دي راحت فين؟ علشان الزملكاويه بيقولوا لك مؤامره، ارجع انت تاني مش عايزينك. مؤامره؟ انتوا بعتوا الارض والمباني بتاعت الارض ب 780 مليون. انتوا فين؟ وتقولوا لي الزمالك ما فيهوش فلوس، ما فيهوش فلوس يا حلولي. هو اللي ما فيش فلوس؟ وديتوا الفلوس دي فين؟ يا حسين يا لبيب، وديتوا الفلوس فين؟ الفلوس راحت فين؟ ده 780 مليون، يعني انت داخل على المليار. يعني الفلوس دي تحل لك ازمات من هنا للسنه الجايه، تخلي نادي الزمالك في حته تانيه. عرفتوا ان النادي بيتسرق؟ النادي بيتسرق من المجلس نفسه، والزملكاويه يطلعوا يقولوا لك اصل مؤامره، عايزين يوقعوا نادي الزمالك. مضحوك عليهم، متوزع عليهم شويه سكريبتات، علشان كده مضحوك عليهم. عرفتوا مين اللي بيسرقكم؟ وزير الشباب والرياضه طلع قال لك ايه بقى؟ ان لو تم اداره مجلس اداره نادي الزمالك هيتم حله بالكامل. مش عايزينكم، ده انتوا هتتحبسوا، ده انتوا هتتفشخوا. اصبروا بس وحياه النعمه اللي تتفشخوا. وهيتم تعيين مجلس جديد. خراب خراب يا دنيا. عرفتوا النادي الاهلي واقف على رجله ليه؟ عشان ما فيهوش حراميه، عشان ما فيهوش ناس بتسرق النادي. انما انتوا عندكم حراميه، المجلس اللي بيمشي كله حراميه، والمجلس اللي بيجي كله حراميه. عرفتوا انتوا هتموتوا على الارض ليه؟ عرفتوا لما طلعوا قالوا ان الارض لو ما رجعتش لنادي الزمالك، نادي الزمالك هيقفل؟ هنقفله لانه عليكم 780 مليون. هتدفعوا منين؟ هتجيبوا منين؟ الارض اتسحبت، وارض مطروح هي كمان هتتسحب، وشويه وهتلاقي الارض اللي عليها نادي الزمالك هي كمان مسحوبه. يا شويه حراميه، يا شويه نصابين. محدش يكلمني بقى في مؤامره، عشان اللي هيكلمني في مؤامره ويقول لي نادي الزمالك معمول له مؤامره هقلع الجزمه بتاعتي وانتفها على دماغه. يا شويه حرام، يا شويه نصابين، يا شويه نصابين. يا وزير الشباب والرياضه، سيبك من زملكاويتك ديت واشتغل. مشي الناس دي، الناس دي حراميه، الناس دي بتسرق فلوس النادي، والله العظيم بتسرق فلوس النادي. يعني اهدار مال عام. شوف شغلك، خلي النيابه تطلع اداره مجلس نادي الزمالك واحبسهم كلهم. هم مش عايزين غير كده. يلا يا زملكاويه، معلش تعيشوا تاخدوا غيرها بس كده. يلا سلام.